الزمالك في أزمة مالية حقيقية. الزمالك عنده مشكلة في صرف مستحقات اللعيبة بقالها كتير ما خدتش فلوس، وبتعاني مع أسرهم ومع بيوتهم. حواديت كتير وسيناريوهات كتير بتتقال، الإدارة بتحاول توفر، جون إدوارد بيحاول يوفر، أشخاص بتدفع، أشخاص بتتبرع، أشخاص منح، أشخاص قروض. سيناريوهات كتير جدا 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 بتتقال في الموضوع ده. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده، في موضوع او في سؤال انا عايز اتكلم فيه. يعني في لعيبه انا عايز اقول يا ابني انت عايز إيه من الزمالك؟ يعني انت شايف الزمالك مشاكله قليله فانت جاي تزود مشاكل؟ يا ابني انت طبيعي؟ انت كويس؟ يعني انت بني ادم عاقل؟ طبعا اللعيب ده انتوا عرفتوه، يعني هو اشكوبانزا. بجد والله انا من امبارح من ساعه ما شفت الفيديو بتاعه وانا مش فاهم انت عايز ايه من الزمالك. يعني انت وانت مسافر من بلدكو كده وجاي عشان تلعب في الزمالك، قلت لهم انا جاي العب كوره ولا رايح مصر في نادي هروح ارازي عليه؟ اول ماتش طلعك المدرب قلبت وش، فاستبعدك تاني ماتش. سافرت بلدكو ورجعت متاخر فاستبعدك ماتش، فاتضايقت فاستبعدك ماتش، فمش عايز تقعد احتياط فاستبعدك ماتش. وكل شويه سوشيال وصور وعند حلاق وعند فيديو وانت بترقص وحاجات عجيبة بتعملها. يا ابني انت مجنون ولا انت عاقل ولا انت طبيعي ولا انت كويس ولا انت طب انت عايز ايه من الزمالك؟ طب يعني انت مالكش حاجة غير الزمالك؟ مش فاهم. الزمالك عنده مشاكل كتير سواء مع لعيبة او مع موظفين، او مشاكل مادية ومشاكل في الفيفا وفي حكايات كتير مش ناقصه اللي انت بتعمله ده. فيعني إدارة الزمالك وإدارة الكورة تشوف حل في شيكوبانزا ده. لو هو مخه سليم يكمل، مخه مش سليم يمشي. بجد سوقوه بدري، بدل ما على الوضع ده كده مش هينفع. ولازم بقى، يعني مش إدارة الزمالك بس، كل فرق مصر وهي بتعمل كشف طبي تعمل كشف على القوة العقلية للعيبة. ما ينفعش يعني كده الموضوع بقى صعب. نروح بقى لموضوع الصرف والفلوس احنا قلنا ان لعيبة الزمالك مدية مهلة لحد يوم الخميس، لو ان هي عايزه فلوسها وعايزه مستحقاتها او جزء من مستحقاتها المتاخره قبل ما تنزل التمرين. اداره الزمالك مع جون ادوارد من امبارح بيحاولوا يتصرفوا في الفلوس دي عشان يحلوا ازمه اللعيبه. وكمان فعلا يعني بعيدا عن اي حاجه، الموضوع مش موضوع شكاوى، الموضوع موضوع ان اللعيبه دي فاتحه اسر وفاتحه بيوت وعندها اسر والدنيا زي اي حد فينا. يعني اي حد فينا شغال وعشان خاطر اكل العيش خاطر فلوس. فالموضوع ده عامل أزمة في الزمالك من امبارح أو موتر الدنيا. بس اللي أنا مش عاجبني إن كل الحلول المطروحة وكل السيناريوهات اللي بتتقال أيا كان إيه الصح اللي فيها وإيه الغلط اللي فيها، كلها قائمة على أشخاص وليس حلول بإيجاد موارد دائمة. دي مسكنات. الحلول اللي الإدارة بتفكر فيها وبيدوروا فيها دي مسكنات. ما بين بقى، أصل يعني أنا الأسماء اللي هقولها طبعا مع حفظ الألقاب للجميع. الأستاذ ممدوح عباس بيدفع كل شهر 30 مليون، لا 35 مليون دعم منه، لا أصل هو رفع إيده، لا هو متضايق من الإدارة، لا مش متضايق، لا أصل دفع فلوس ومش عارف راحت فين، أصل الفلوس دي اتصرفت كان هو باعتها عشان خاطر مستحقات اللعيبة قبل ماتش المصري واتصرفت على الصالات. ده سيناريو. السيناريو التاني اصل بيوفروا ومن ضمن السيناريو الاولاني ان الاستاذ ممدوح عباس هيبعت النهارده فلوس برضه 30 مليون جزء من مستحقات اللعيبه لحل الازمه. الجزء التاني لا، ده استاذ هاني بيرزي عضو مجلس الاداره هو اللي هيدفع 10 مليون سلفه للنادي ولا 20 مليون سلفه للنادي ولا ايا كان الرقم ايه سلفه للنادي عشان يحل ازماته لحد ما نشوف حل في ارض اكتوبر، ولحد ما نلاقي موارد، ولحد ما نلاقي. وفي سيناريو تالت ان الكابتن حسين السيد هو برضو اللي هيدي الزمالك زي قرض او هيحل مشكلة الزمالك حاليا ومستحقات. وفي بعض رجال اعمال تانيين وفلوس دي ترد بعدين او ما تتردش او منح او السيناريوهات كلها بتتقال وكلها مطروحة وحاجات كلها مطروحة بتدور في افق نادي الزمالك.
بقالنا 48 ساعة. كل ده كله مع احترامي للأسماء دي كلها ولمحاولاتهم لحل الأزمة ولمساهماتهم والفلوس اللي بيدفعوها، أنا مش بنتقدهم عشان محدش يقول أنت مش كتر خيرهم. كتر خيرهم، بس احنا عايزين مش كل شهر ندور عشان مستحقات اللعيبة وعشان تجديد وعشان مدربين وعشان ألعاب صالات وعشان موظفين وعشان صيانة وعشان ندور مين يدفع. لازم يبقى في حل دايم. يا جماعة الكلام ده لو هيزعل الناس، بس الكلام ده الصح. لازم يبقى في حل دايم لمشكلة الزمالك المالية. لازم توفير موارد مالية دايمة تدخل أرباح لنادي الزمالك أو عوائد لنادي الزمالك يبدأ يحل بيها أزماته ويسد ديونه. فكرة الاعتماد على أشخاص، مع كامل الاحترام والشكر ليهم ولمساهماتهم الكاملة، ولكن اعتماد على أشخاص مسكنات مش هتعالج المريض، بتزود من مشاكله. المشكلة قدام بتكبر مش بتنتهي.